مرحبا بكم على قناتنا على اليوتيوب. تم فسخ عقد الثنائي بن يوسف وأوقاسي بعد اعتقالهما من رجال الأمن وتورطهما في الممنوعات والمخدرات بعد المثول أمام وكيل الجمهورية. حكم عليهما بشهرين غير نافذين في قضية المخدرات التي تورط فيها بن يوسف وأوقاسي مؤخرا. كما تبرأت إدارة شبيبة القبائل من تصرفات بن يوسف وأوقاسي لأنهما أساء للنادي القبائلي بحكم حملهما لألوان الفريق. كما كشفت الشبيبة في بيان الذي نشرته أنها قامت بفسخ العقد بسبب الانضباط والتصرف الذي لا يليق بسمعة الفريق كبير مثل شبيبة القبائل. وحسب مصدر من إدارة شبيبة القبائل، أطلق مصالح الأمن اليوم الاثنين سراح اللاعبين إلياس بن يوسف وجوبا أوقاسي، وجاء إطلاق السراح لاعبي الكناري بعد الحكم عليهما من طرف العدالة بشهرين غير نافذين في قضية حيازهم على المخدرات. ويذكر أن كل من بن يوسف وأوقاسي تم القبض عليهما ليلة الجمعة إلى السبت بفندق بالعاصمة لحيازهم على المخدرات. دمتم في أمان الله ودامت الشبيبة